ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هيكون فيديو بسيط وسهل وسريع ان شاء الله. هنتكلم ازاي تخلي شغلك زي المحترفين بالظبط. دي سلسلة تعليم الكروشيه للمبتدئين، وفي نفس الوقت هقولك على سر يخلي الشغل معاكي بالظبط زي المحترفين خالص. دلوقتي دي عملت 3 قطع بغرزة الحشو. دي القطعة الاولى، طبعا دي بشتغل فيها زي ما احنا شغالين بالظبط. هوريكم الفرق ما بين ال3 طرق. دي الطريقة الاولى اللي هي العادية اللي احنا كلنا بنشتغلها. بصوا، هي ما فيهاش مطة خالص، الشغل ماسك نفسه، وده بتفرق معانا في المشاريع الطويلة. يعني لو انا شغالة كوفية بالطول هتفرق معايا، او اي قطعة بالطول هتفرق معايا ان الشغل كده ماسك نفسه وما فيهوش طراوة. دي تاني قطعة هنشتغلها مع بعض برضو. دي مرنة خالص، الشغل مظبوط من الناحيتين، الجهة الاولى زي التانية مفيش اي فرق. ودي القطعة التالتة، هوريكم دلوقتي الفرق ما بينهم وما بين ان احنا نشتغل كل قطعة ازاي. اول حاجة، اول طريقة اللي هي الطريقة العادية خالص ان احنا بنشتغلها مع بعض. هعمل عادي غرزة عقدة البداية، واطلع ارتفع عدد من السلاسل، وليكن مثلا 10 سلاسل. تمام. دلوقتي انا في الطريقة العادية خالص بفوت اول غرزة. احنا دلوقتي هنشتغل غرزة الحشو، فارتفاع غرزة الحشو سلسلة واحدة. هفوت اول سلسلة وادخل في التانية، اسحب الخيط واخرج من الحلقتين اللي على الابرة، وهكذا هيبقى كل الدور بالطريقة دي. هدخل اسحب الخيط اخرج من الحلقتين اللي على الابرة. لو لسه متعرفيش غرزة الحشو بتتعمل ازاي، ممكن ترجعي لفيديوهات تعليم الكروشيه المبتدئين موجودة على القناة. اهو بدخل اسحب معايا حلقتين بخرج منهم، وهكذا لحد نهاية الدور. بصوا، ده شكل القطعة اهو، شكلها من هنا، وادي الشكل التاني. بصوا بقى، لما بنمسك الخيط هنا مفيش مرونة، القطعة ناشفة قوي ومش سهل ان انا اتحكم فيها. اوريكم بقى الطريقتين اللي هما هيخليكي بالظبط زي المحترفين، مفيش اي فرق خالص في شغلك بينك وبين اي محترف. دلوقتي هعمل عقدة البداية عادي زي ما احنا متعودين، وهرتفع برضو عدد من السلاسل. طيب انا ارتفعت دلوقتي 10 سلاسل. الشغل لما احنا بنشتغل الشغل عادي بنفوت اول غرزة وندخل في اللي بعديها كده، صح؟ انا مش هدخل كده دلوقتي. كل سلسلة انا عملتها ليها حرف في كده اهو، وفي الظهر في حلقة صغيرة اهي. تاني اهو، ادي السلسلة حرف الفي، حلقة اهي واهي. احنا بندخل كده في العادي، لا احنا مش هندخل كده، في هنا حلقة في الظهر هندخل فيها. فهاجي كده هظبط الشغل بالطريقة دي، هفوت اول سلسلة اهي، وتاني واحدة هدخل هنا واسحب الخيط واشتغل اول غرزة اهي. الحلقة اهي، الحلقة الخلفية، هسحب الخيط واخرج من الحلقتين. تاني ادي الحلقة الخلفية اهو، واسحب واخرج من الحلقتين. تمام. ادي الحلقتين اللي انا بشتغل فيهم عاملين حرف في.
والف. ادي الحلقة التالتة، اسحب واخرج من الاتنين، تاني اسحب واخرج من الحلقتين اهو. وادي اخر غرزة معايا. بصوا شكل الشغل ازاي مرتب وازاي مظبوط اهو، الناحيتين بالظبط زي بعض، مفيش اي فرق. هنا حرف في وهنا كمان. كده شكل الشغل مرتب ومرن، وتقدري تعملي بيه اي مشروع، اي قطعة انت عايز تشتغليها بالمرونة دي. هي بس مش في غرزة الحشو، في اي غرزة انت عايز تعمليها. تاني طريقة بقى معانا سهلة برضو. هشتغل عقدة البداية وارتفع سلسلتين، برضو انا شغالة بغرزة الحشو. هفوت اول سلسلة ارتفاع غرزة الحشو وادخل في التانية، اسحب معايا حلقتين على الابرة، هخرج منهم مرة واحدة. طيب انا كده هشتغل ازاي؟ ادي الحلقة اللي على الابرة ودول الحلقتين اللي انا عملت بيهم غرزة الحشو. هدخل في اول واحدة كده واسحب الخيط واخرج من الاتنين، تاني اهو الحلقة الاولانية واخرج من الاتنين، تاني الحلقة اللي على الابرة والحلقة اللي انا اشتغلتها واخرج من الاتنين اهو. ادي الحلقة الاولى، اسحب واخرج من الاتنين، وهكذا بقى لحد الطول اللي انتي عايزاه. هتدخلي كده هنا تسحبي معاكي حلقتين، اخرجي منها، تاني واخرج من الحلقتين، وهكذا. بص طريقة الشغل هنا برضو فيها مرونة وسهلة وبسيطة خالص. اي طريقة تحبي تشتغلي بيها اشتغلي بيها عشان تغير شكل شغلك من كده ان هو مش مظبوط كده لأي طريقة بقى، للطريقة دي او دي زي ما تحبي. يا رب اكون فدتكم النهاردة وتكونوا استفدتوا من الفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جاي تاني ان شاء الله.